كل عام وأنتم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يتقبل الله يعني طاعتكم، ورمضان كريم مبارك وعيد مبارك وسعيد على الجميع بإذن الله تعالى. أعزائي وأحبتي، اليوم راح نقدم خبز القالب الحوراني أو المرشم أو خبز الطابع مثل ما بتسمى بفلسطين ومناطق أخرى. راح نقدمه بطريقة كثير سهلة وشهية، يعني عيد بدون خبز عيد مش ظابطة، يعني خبز القالب لازم يكون مصباح العيد موجود. وهاي التهنئة الخاصة بأصدقائنا بكل مكان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وبكل أنحاء العالم من قناة وصفحة قطايف دارنا. بنقدم لكم خبز قالب مطبوع طبع، يعني طابع خبز القالب الحوراني. بعد الفاصل بنتابع. وبالتفاصيل ندخل مباشرة. المكونات: بدنا طحين 2 كيلو، حب السوداء أو القزحة أو البركة يعني بدنا كمان ملعقتين كبيرة. طبعا شومر بدنا 2 ملعقة كبيرة شومر. اليانسون بدنا ملعقة واحدة، هاي الحوايج هاي الأساسية اللي بتعطي نكهة. طبعا سمسم بدنا 3 ملاعق كمان كبار، السمسم كثير مهم يعني. ملح بدنا ملعقة واحدة. نيجي على السكر طبعا بدنا يعني 2 كاس، يعني حجم وسط. نخلطهم. طبعا في اختياري كمان المحلب، اذا موجود بنحط كمان، بيعطي كمان اضافه لطيفه المحلب، احنا هون ما حطيناه. بنجيب خميره 2 قالب او 3 ملاعق بودره خميره، بنحط معها ملعقه سكر كبيره وبنخلطهم بحليب، كاس حليب مشان تتخمر العجينه. طبعا نحرك حتى يذوب الخميره، طبعا بودره او قالب كله بصير. وبنضيفهم على خلطه الطحين. طبعا بنضيف حليب. قبل الحليب هون خلينا واحدة واحدة، هاي نكمل الخميرة هاي اللي أضفناها، خميرة وحليب. طبعا بنعجنهن، بلش عملية العجن. اليوم العجن بشكل يدوي، المرة الماضية عجناهن بعجاني كان سريع الشغل، اليوم لا، عجن يدوي تقليدي تراثي. نعجن بشكل كويس. طبعا هاي المواد اللي أضفناها، وحكينا إنه ممكن نضيف المحلب إذا إنه موجود كمان بيعطي إضافة كويسة. بنعجن بشكل كويس وبنضيف لهم حليب، بدنا طبعا لتر وربع حليب وندسمه كويس. ممكن تنعمل بمي كمان، بصير واردة يعني، بس هون بتعطي طبعا الحليب بيعطي طراوة أكثر ونكهة أطيب يعني. وبنكمل عجن حتى تزبط العجنة مزبوط يعني. الحليب بنضيف أول بأول مشان نشوف يعني، نراقب أول بأول، ما بدنا تكون رخوة كثير ولا شديدة كثير، يعني وسط، يكون قوامها وسط. بنعجن، بنتابع عملية العجن، أيوة تنوصل لمستوى يعني المزبوط. خبز القالب بصباح العيد يعني له نكهة مختلفة، ريحته لحالها ما شاء الله بتفوح من البيت على الحارة، بتطلع ريحة العيد من الخبز القالب أكثر شيء بتيجي من القهوة المرة طبعا معها. نقول ريحة سبحان الله، وقت ما يطلع من الفرن بيعطي ريحة نكهة، ولما ينحط له زيت كمان يتطرب زيت الزيتون كمان شيء خيالي. وهون نضيف على العجنة زيت زيتون، كاس صغير زيت زيتون، بيعطي نكهة كمان والريحة عطرية وبيعطي طراوة للعجينة. وبنتابع عجين بعد ما اضفنا الزيت، بنعجنه بشكل كويس يعني مشان تنسق المضبوط معنا العجنه. صار وزنها ثقيل، نعجنها. بعد ما نعجنها طبعا نريحها شوي مشان تتخمر. نعجن الله بعين على العجن يعني، بس ان شاء الله بتطلع النتيجه يعني بتنسي الواحد كل التعب. بدها ساعه مشان تتخمر، بنتركها ساعه كامله تتخمر، بنغطيها ونحطها على جنب ساعه مشان تتخمر العجينه مزبوط. بعد مرور ساعة بنرجع بنكمل، بعد ساعة رجعنا بنقرص حسب حجم القالب اللي عندنا، بنعمل قراص ونحطهم على الجنب يرتاح ان شاء الله دقيقتين كمان حسب القالب اللي عندنا. القالب او الطابع اللي بتسمى او المرشم اللي هو قطعة الخشب، هو القالب الخشبي اكثر شيء بيجي نوع الخشب. في قوالب بلاستيك وفي قوالب، في ناس عندها قوالب حجر يعني فصلوه تفصيل، ولكن الدارج الخشب بتجاوب اكثر. بنقرص القراص كل عجينة بنحطهم على جنب، بنسرع العملية مشان ما تاخذش كثير وقت معنا. بنحط القراص على جنب تا نخلص كل الكمية. بس خلصناهن بنرقهن على القالب،
بهالشكل. بنحط شوية زيت ابيض يعني مشان ما تلزق العجينة بالقالب، تظل طبقة عزل. وبنعمل كل قراص بنرقهن رق على القالب. ايوه حسب حجم القالب اللي عندنا بنعمل القراص يكون متناسبات مع بعض. انا بحب والله يكون رغيف صراحة يعني سميك شوي عشان يضل فيه طراوة جوا سمك. ما راح يكون ما مش كويس يكون رقيق يعني شوي دغري الحرارة تلجعه او بتلسعه. لازم يكون سماكة العجينة يعني فوق القالب كويسة عشان يتحمل حرارة ويستوي مظبوط ويكون طري وخاصة للصغار. اذا بنرقهن مشان ياخذن الطبعة شكل القالب ونحطن بصينية الفرن. احنا هون اشتغلنا على فرن كهرباء يعني هذا متوفر حاليا ماشي الحال. فرن طبعا الفرن الحورانية تبعت اللي بتشتغل على الغاز تعطي نار كويسة افضل طبعا اذا موجود. ممكن الواحد يتأقلم مع المتاح يعني اي فرن يعني موجود ما فيش مشكلة. المهم يكون في حرارة نتماشى معها نتأقلم مع الحرارة وتوزيعها ودرجتها وشدتها مشان نوصل يعني توزيع الحرارة بشكل كويس على كل قراص. بنحط هون أول 3 قراص بنجيب بعد واحد مشان يصير 4 بنفوتهم بالصينية. هون هاي عملية الرق. بنرق العجينة القراص على القالب اللي عندنا القالب الخشبي. في سمكة هون لاحظنا يعني في سمكة في زيادة عندنا ما راح يكون يعني رقيق مش مليح يكون رقيق. لازم يكون سميك مشان يتحمل الحرارة أكثر ويظل طري. إذا خلصنا هون أول 4 بنحطهم عاد بالفرن إن شاء الله تعالى. الحرارة طبعا درناها من فوق ومن تحت على 250 درجة. لازم يكون ساخن الفرن. نديره قبل 5 دقائق من فوق ومن تحت. بنحط أول شيء من تحت مشان تستوي شوي الأرضية بعدين بنرفعها لفوق مشان يتحمرن يعني هاي الطريقة اللي ماشية. هون من فوق شوف اللون. اللهم صل على سيدنا محمد. نكسر الصلاة على النبي يا جماعة. شوف المنظر يعني ذهب الصلاة على النبي. هاللمعة هاي لحالها شوف اللهم صل على سيدنا محمد. ريحة يعني موضوع ثاني ما مش راح نعجز نوصفه. اما المنظر شوف المنظر كلها بنشوفه. هاي طلع من الفرن لون ذهبي يعني الصلاة على النبي. هذا العيد هون هاي احد علامات العيد يعني خاصة بمنطقة حوران درعا سويدا القنيطرة شمال الاردن. هاي المنطقة كلها حوران. خبز القالب الصبح وخاصة نهار العيد يعني من علامات مؤكدة من العيد. هاي هدية للجميع لجميع أصدقائنا. هاي طبعة اسم صفحتنا وقناتنا على خبز القالب. عطايب دارنا طبعناها طبع على خبز القالب. وهاي نجم وهلال بمناسبة رمضان كل عام وانتم بخير طبعناها طبع تفصيل يعني. هاي هدية لأحلى متابعين بالدنيا كلياتها. متابعين عطايب دارنا على كل منصات السوشيال ميديا. أهلا وسهلا بكم حبايبي الله يسعدكم. هدية لعيونكم تكرموا. هاي أول وجبة طلعناها من الفرن جاهزة. خبز القالب أو خبز الطابع أو المرشم حسب المنطقة بتسمى. خبز القالب الحوراني أو خبز العيد احنا بنسميه خبز عيد يعني بدرعا. صار جاهز طبعا ندهنه بزيت مشان يصير طري ويظل طري يعني عدة أيام وظل يعني له نكهة عطرية. يعني ممكن نستمر هاي الكمية اللي عملناها ممكن تظل أسبوعين بالبراد عادي بتتحمل يعني وأكثر. بظل طيب تسخن شوي بيطلع طيب. كل عام وانتم بخير. خبز القالب صار جاهز. احبتي ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ان شاء الله حطوا لنا لايك ودعم ومشاركه للمنشورات وخاصه لهالفيديو مشان نتشجع. اذا ما تشجعنا والله مشكله يعني ما عادش نستمر. بدنا دعمكم حبايبي الله يسعدكم مشان نستمر. وفي دائما عندنا وصفات جديده باذن الله قادمه. نتمنى دائما كل اعيادكم تكون كلياتها خير وسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى لقاء قريب.